السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفتنا اليوم المسخن الفلسطيني بالدجاج. قبل ما أبدأ بالوصفة، إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، هيوصلكوا كل وصفاتي سهلة وبسيطة وحتنجح معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا بدي أعجن عجينة المسخن. نزلت صحن طحين أبيض من نفس الصحن، وربع طحين قمح من نفس الصحن. حركت الطحين الأبيض مع الطحين القمح، ونزلت نص ملعقة ملح وملعقة ممسوحة كبيرة خميرة. هحرك الخميرة والملح مع الطحين، وحنزل مية دافية وأبدأ أعجن في عجينة المسخن. لو كنت أحتاج مية كنت أنزل مية، ولما يصير معايا العجينة بالقوام اللي انتوا شايفينه أنا بدي ألمها، فحنزل طحين أبيض لما تتلم معايا، وحغسل إيدي وأعجنها لما يصير معايا القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه. هيك صارت عندي عجنتها كويس. هغطيها وأتركها ترتاح. تقريبا ارتاحت معايا ربع ساعة. هيك صارت معايا العجينة مرتاحة. حقطعها، قطعتها 7 قطع. قبل هيك أنا عملت المسخن باللحمة، وعجنت العجينة بالطحين الأبيض، ما حطيتش قمح، وكانت العجينة طيبة، والمسخن باللحمة كان طيب كتير. هغطيه. تركته يرتاح 5 دقايق بعد ما أنا قطعته. وحبدأ أفرد في العجين. لما أنا أتركه يرتاح بعد ما أقطعه بفرد معايا بكل سهولة. وهيك صار معايا سمك الرغيف. القلاية طبعا أنا حطيتها على النار وخليتها يعني تحمى قبل دقيقة، ونزلت الرغيف. لازم وأنا بأخبز في الرغيف المسخن أضغط على الرغيف بالملعقة اللي أنا بخبز فيها علشان ما ينفخش الرغيف معايا، وحيستوي. لازم أقلبه وأرجع تاني لما يصير معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. هيك بعد ما أنا خبزت خبز المسخن، صراحة يعني خبز المسخن وما شاء الله الخبز طلع بشهي. أنا بدي أسلق الدجاج. اللي أنا استخدمت دجاجة غسلتها، حنزلها في الطنجرة، حنزل عليها مية. تقريبا المية حتكون مغطية الدجاج، يعني مش هحط مية كتير. ولما يغلي حأرفع الريم. بعد ما أرفع الريم حقلب الدجاج بالشكل اللي انتوا شايفينه، عشان أنا مش حاطة مية كتير عشان يستوي معايا الدجاج. سلق الدجاج للمسخن طعمه بيكون طيب كتير. وبعد ما رفعت الريم حنزل فلفل أسود وبصل وحبهان وملح، وحغطي الطنجرة. حبدأ أقطع بالبصل. قطعت البصل شرائح لما الدجاج يستوي. بعد ما استوى الدجاج أنا حرفع الدجاج من الطنجرة. الدجاج عندي مستوي. حخلي في الطنجرة قدر كوب مرقة، وحرفع حب الهان عشان أنزل البصل في الطنجرة.
نزلت البصل، هرش رشة ملح بسيطة لأن أنا كنت مملحة الدجاج، يعني المرقة اللي خدتها مالحة. وحنزل قدر 4 ملاعق ممسوحة سماق. طبعا السماق أنا بنخله قبل ما أحطه على البصل. حنزل قدر ملعقة فلفل أسود، ملعقة صغيرة. هحرك الفلفل الأسود مع السماق، وحنزل ملعقة بابريكا. حرك البابريكا مع البصل. ححط البصل على نار واطية لما يدبل البصل. هغطيه. هيك صار معايا البصل دبل يعني استوى. حنزل كوب زيت زيتون. نزلت كوب وربع زيت زيتون. هحركه تحركتين وارفعه عن النار. بعد ما رفعت البصل عن النار بدي أصفي البصل من الزيت. تقريبا حيضل في البصل زيت. هيك البصل يعني ضايل فيه بقايا زيت. حنزله في الطنجرة. المرقة اللي أنا رفعتها لما غلت استوى الدجاج حنزلها على الزيت اللي أنا صفيته من البصل. وحبدأ أغمس الخبز اللي أنا بدي أحط عليه الدجاج والبصل. بعد ما غمسته في الزيت حصفه في الصينية. ممكن كيف أنتوا بتحبوا تحطوا تشكيلة الخبز. حبدأ أنزل البصل على خبز المسخن. يعني لازم البصل يوصل يعني كل رغيف المسخن. البصل بيكون طعمه طيب كتير في المسخن. حنزل الدجاج في الزيت اللي تبقى بعد ما أنا صفيت الزيت وغمست فيه الخبز. حترك الدجاجة قدر دقيقة عشان تاخد بطعم الزيت والسماق. هحركها مع الزيت والسماق وهحطها على وجه خبز المسخن. بالنسبة لتحمير خبز المسخن أنا حميت الفرن قبل ب5 دقايق، وهحط المسخن ياخد اللون من تحت، وهحمر وجه الدجاج. طبعا أنا حطيت سماق. بعد ما أحمر وجه الدجاج كيف أنتوا بتحبوا يكون معاكم محمر، زينته بالفستق وكان طعمه طيب كتير. والوصفة سهلة وبسيطة وطعمها طيب كتير في الشتاء. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا اللايك والشير، وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله.